عام 2013 الأرض كانت كتعاني من سخونية خطيرة بسبب التغيرات المناخية. تقول غير مراكش في عز الصيف، العلماء قرروا يدخلوا في الحكاية باش يلقاو حل. اخترعوا غاز باش ينقص الحرارة ويبرد الكوكب، ولكن الكارثة وقعت. الغاز خرج على السيطرة وغطى الكوكب كامل، والنتيجة الأرض كلها تجمدات وما بقى فيها حياة. وسط هاد المعمعة ظهر الحل، واحد القطار أسطوري سميتو سنو بيرسر. اختاروا واحد المنورير عبقري، القطار كيجري بلا توقف وكيدور على الكوكب كله، حتى لو وقف كلشي غيموت. ولكن وسط القطار القصة مختلفة. كاين عالمين، الأغنياء القدام بريمير كلاس عايشين في النعيم كلشي عندهم، والفقراء في اللور مساكن عايشين في الجوع وفي الظلم. ولكن هاد الناس ديال اللور مرضاوش بالمصير ديالهم، بغاو يثوروا، بغاو يحققوا العدالة ويغيروا حياتهم واخا في كوكب ما فيه حياة. واش غادي ينجحوا؟ واش القطار غادي يبقى كيدور؟ الإجابة في هذا الملخص ديال فيلم سنو بيرسر، وبقاو معايا صافي فاهمين. القصة تتبدا 17 عام من بعد الكارثة البيئية. الجيش كيدخل للقاطرة ديال الفقراء اللور باش يحسب السكان، بحال اللي داروا لنا في الإحصاء. الناس اللي هنايا باين عليهم مسخسخين، كيبان انهم عايشين في ظروف صعيبة بزاف، بحال واحد اللي ماشي للمارشي بلا ما يشري حتى شي حاجة. العسكر كيأمروهم يجلسوا، كل شي كيطب كيطيع، الا واحد سميتو كورتيس اللي كان كيتجاهلهم. من بعد شويه كورتيس كيجلس حدا صاحبو ادغار وكيقول ليه شو، منك كنت واقف حسبت الجنود في كل باب بان ليا. واحد من الجنود كيطلب من سكان القطيره واش كاين شي عازف كمان وسطهم. واحد زوج كبار في السن كيخرجوا وكيقولوا حنا كنا في الاوركستر، بحال شي جوقه. الجندي كيشوف يد الراجل وكياخدو بوحدو. من الراجل قال مرتي، الجندي كيدفعها وخرجها بالقوه، الحقره بعينيها. خرجوا السيد وبداو توزعوا في الماكله، ما تقول ديال الحباسات، ما تقول ديال الكلاب الضاله. كورتيس لقى في الماكله ديالو شي رساله مكتوبه من شي شخص مزهول، بحال دوك الميساجات اللي تيصيفطوهم عمك في الواتساب. الرساله كتقول كاين واحد خونا خدام حتى هو في الامن، مسجون في واحد القطيره من بعد جوج من القطيره ديالو. كورتيس مع الرئيس ديال الفقراء اللي سميتو جيليام كيخططوا باش يديروا ثوره ويوصلوا لهاد السجين اللي غيقدر يعاونهم في الهروب. الخطه هي انهم غيوصلوا المحرك الرئيسي لقدام في الاخر ويتحكموا في القطار كامل، وبهذه الطريقه يطيحوا مول الشيك ويلفورد وينهيو هاد التفرقه وهاد الحقره الطبقيه اللي عايشين فيها. دازت الايام والعسكر غيدخلوا مره اخرى للقطيره ديالو، وكيجبدوا له هاد الفقراء باش يديروا ليهم فحص طبي بحال سبيطار مولاي عبد الله في العيد. واحد المراه لابسه الصفر تتمشي وتتقيس في الطول ديال الدراري الصغار، وغتاخد معاها جوج تيمو دري واحد اخر، وخا والديهم ما بغاوش وبداو تيغوتوا. واحد الاب ديال الدراري مرضاش ورمى بصباطو على المراه، فكراتكم جورج بوش. وكمعاقبه خي ياخدو يديه وغيخرجوها برا وسط الثلج حتى تتجمد في ثواني معدوده. من بعد الوزيره ديال الدراري كتجيو كتبدا تلقي خطاب عليهم، زعما راه خصكم تتبعوا القانون بحال الخطبه ديال الجامع. وملي تيرجع اليد ديال الراجل تطحنها بالمطرقه قدام بنادم كامل. بنادم غيبدا يغوت ويهلل. الوزيره غادي تقول الاخرين هبطوا السلاح، وتما كورتيس غتبان ليه هادوك السلاح ما فيهم لا رصاص لا والو. الثوره غتبدا ديك الليله. الناس بداو يديروا الاحتجاجات، وتما غادي ياخذوا الجندي السلاح ديالو وما غيتطلقش الرصاص. هادشي كيعطي الفقراء الشجاعه باش يبداو الهجوم. الثوار كيدخلوا للقطر اللي قدامهم وكيستعملوا واحد الرام باش يكسروا البيبان. كيطيحوا الحراس في طريقهم بكل شراسه. الجنديخ كيقدروا يفتحوا المفاتيح من عند واحد الحارس ويحروا نام مينسو. عقلتوا على داك السيد اللي كان في الرساله؟ هاد نام مينسو متخصص في الانظمه الامنيه، هو وبنته، وتيعرف يحل البيبان والانظمه ديال الدراري كامل. الثوار كيحاولوا يقنعوه باش يعاونهم ويفتح لهم البيبان اللي قدامهم باش يوصلوا للقاطره الرئيسيه. اما خونا ماشي ساهل، كيطلب مقابل كل باب غيحلوا جرعتين من المخدر كورونا ليه ولا بنته. البنت الصغيره هادي حتى هي عندها موهبه، كتعرف شنو كاين مور كل باب قبل ما تفتح. بفضل نامكون الثوار كيقدروا يوصلوا للقاطره اللي من بعدها واللي كتكون خاويه تماما. كيقربوا للشجر وكيشوفوا لأول مرة من سنوات طويلة الشمس كتشع ولا مدينة عامرة ثلج وكل شي ميت. في القاطرة الجاية كيلقاو واحد الراجل سميتو بول اللي دابا خدام كيصاوب البريكيتات ديال البروتين الفقراء. وتما الصدمة، الماكلة جاية من الحشرات، كاينها سرقة الزيت مطحونة مضغوط. في الأرض كورتيس لقى رسالة جديدة مكتوب فيها كلمة الماء. هادشي كيجعلو كيبدل الخطة.
الا ما قدروش يتحكموا بالقاطره حتى الاخر يتحكموا غير بالما. تما ناغمون كيحاول يفتح باب جديد. بنتو يونا في اخر لحظه غدا تغوت، كاينين حراس مسلحين كيتسناهم. نامغون كيقطع الكهرباء وكيخلي الباب يتفتح، والثوار كيلقاو راسهم في وجه العدو. بني ادم صحيح، واحد القتال دموي وعنيف كيبدا بين الفقراء والحراس المدجاجين بالسلاح الابيض. اليوم تمشي الحقره وتما غترجع الوزيره غدا تخطب على الثوار. فهاد اللحظه الحراس غيلبسوا نظارات الرؤيه الليليه وغادي تبدا القتيله. فهاد اللحظه كريس غيتفكر واحد الولد عنده بريكي، وبالعزيمه الفقراء غيرجعوا للقتال وكيديروا انقلاب على الحراس وغيشدوا الوزيره ولات رهينه باش يفرض السيطره على الحراس اللي غيجيو من بعد. من تما واحد الحارس غيشد ادغار، ما الثوره اهم من اي شخص، وادغار غيقضيه وادغار غيموت. فهاد الحين القطره ديال الماء غتولي تحت السيطره ديال الفقراء اللي غيستغلوها باش يغسلوا الدم ديال القتال. فهاد الوقت الثوار كيبداو يحققوا مع الوزيره ماسون، ولكن الوزيره ما تعطي حتى معلومه مفيده. تتقول لي غير ما تقدرش تقطع الماء راه بنادم غيموت. بالليل جيليام كينصح كرتيس باش يوقف الثوره. صافي راه وصلنا بعيد وراه حنا عينا. ولكن كورتيس المجاهد الاصيل غيقول لهم لا، باغي يمشي حتى الاخر. وفي هاد الحين غيبداو يدخلوا في القواطر ديال الناس الملعقه. ها اكواريوم، ها التلاميذ تيقراو في المدرسه تتغني نشيد تمجيد النظام مع التلاميذ. وفي اخر الدرس المدرسه غتعرض على التلاميذ صوره ديال السبع المجمده اللي هما اول الثوار اللي حاولوا يهربوا من التران. المدرسه كتبقى تردد بان اي واحد تيخرج من التران غيموت في الحين. الفقراء كانوا غيدوزوا للطرام الجاي، ولكن واحد الراجل غيدخل يوزع هدايا ديال راس السنه. هذا الراجل الصلاح جاي مع العازف ديال الكمال اللي شفناه في البدايه، وكيبدا يوزع البيض المسلوق كهديه. كورتيس كيكتشف وسط هاد البيض ورقه مكتوب فيها كلمه دم. وفي هاد اللحظه الراجل اللي كيوزع الهدايا كيخرج سلاح وكيبدا يقتل في بنادم. حتى المدرسه غتخرج كلاشنيكوف. كورتيس اللي تقهر من الموت كيضرب ماسون برصاصه في الراس بلا تردد. والفقراء اللي بقاو غيكملوا طريقهم وسط القطارات ديال الدرجه الاولى، كيواجهوا نظرة الاستغراب من عند الاغنياء. كورتيس والفريق ديالو كيواجهوا مجموعه جديده من الحراس. هادشي راه ما تيساليش وكيقدروا ينتصروا مره اخرى. شي الكفاح عمرو تيسالي. في النهايه اللي بقاو في الفريق هما نامغون، يونا وكورتيس، وكيكملوا رحلتهم وسط القطارات الاخيره اللي عامره بالناس اللي كيسهروا. ما كاين غلطاسه والقرطاسه. غنكونوا يونا كيسرقوا شويه ديال الملابس الدافئه والمخدرات باش يستعدوا لما جاي. في النهايه الثوار كيوصلوا للباب ديال القاطره الرئيسي اللي فيها المحرك. كورتيس كيطلب من نامغون يفتح الباب ديال القاطره، لكن عنده خطط مختلفه. وتما كورتيس غيقول لنامغون السر ديال القاطره اللورانيه. قبل من الحشرات في الاول ديال التران كانوا تياكلوا بعضياتهم، وهذه هي الطريقه باش عاشوا. كورتيس غيبدا يحقد ويتفكر ايامات كانوا خصهم ياكلوا الدراري الصغار باش يعيشوا. تما نامغون يقول لي عرفتي دوك المخدرات ديال كورونا راه متفجرات نقدروا نفرقعوا بهم هذا الباب. نامغون كيحاول يشعل فتيل المتفجرات، ولكن واحد المره لابسه نامغون كيحاول يشعل فتيل المتفجرات، ولكن فجاه مره لابسه السواد جايه من القاطره الاولى كتطلق النار عليه وكتقول لكورتيس دخل مرحبا، راه واجد العشاء مع ويلفورد. في هذه القاطره الاولى كورتيس كيكتشف اخيرا الملياردير اللي دار هادشي كامل واللي دمر الانسانيه. وفي هذه اللحظه الصاعقه الثورات من الاول ديال التران كلهم تنظموا من ويلفورد وجيليان باش يقدروا يتحكموا بالعدد ديال البشر اللي في التران. كل ثوره تتقتل فيها الناس بزاف. ويلفورد غادي يحل عينين ديال كورتيس على حقيقه التران. التران فيه موتور خديمه خصو يبقى خدام، والموتور الاصلاح ديالو صعيب وخصهم يستعملوا الاطفال الصغار، خصهم ديما يكونوا قل من 5 سنين. داك الشيء باش تداو جوج ديال الاطفال في الاول ديال الفيلم. كورتيس ما قدرش يتحمل وغيبدا يضرب ويلفورد وغادي يرمي يدو في المحرك باش يقطع الكهرباء. يونا في هذا الوقت غادي تعلى فتيل والتفجير غيخلي انهيار كامل في التران، وبعد القاطرات غطيح في الهاويه والحركه غتوقف اخيرا. يونا والولد اللي نجاو كيحطوا عليهم المعاطف الدافئه وكيخرجوا للخارج، واخيرا كيحطوا رجليهم على الارض لاول مره. وبالرغم من البرد والصراع من اجل البقاء كاين الامل. قدامهم كيشوفوا واحد الدب اللي كيأكد بان الحيوانات اخيرا قدروا يعيشوا في هذا الوسط والعالم تيستمر واخا البشريه ما كيناش.
شكرا على المتابعة. إلا عجبكم الملخص ما تنساوش خليونا تعليق على الفيلم الجاي اللي بغيتو تشوفوه، ولا ما عجبكمش الملخص شكرا وصلتوا حتى للنهاية. صافي فاهمين.